الدنيا مسرح كبير، واللعيب بس هو اللي يقدر يمثل الحياة بأحسن صورة. مسرح تيتو مع محمد تيتو كل يوم خميس الساعة 5 مساء على راديو نيكست. نيكست، اسمعنا بقلبك. دلوقتي جمعتكم مع مسرح تيتو مع محمد تيتو على راديو نيكست. نيكست، اسمعنا بقلبك. أعزائي السادة مستمعي راديو نيكست، أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد في مسرح تيتو. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت والوقت اللي احنا قضيناه مع بعض كنا بنتكلم فيه عن تأسيس المسرح وإمتى المسرح بدأ في مصر، واتكلمنا أن أول حد أنشأ مسرح في مصر كان على يد الكونت الزينيا، وكان عامل المسرح للجاليات الأجنبية، وكان أول مؤسس للمسرح في مصر. ولكن المسرح كان ساعتها غير ناطق بالعربية، نظرا لأنه كان معمول للجاليات الأجنبية أيام محمد علي. ثم أتى يعقوب صنوع عشان يبدأ يشتغل على المسرح العربي الناطق بالعربية، ولكنه فشل. لنأتي بسليم النقاش من لبنان علشان ينشئ أول مسرح عربي مصري ناطق بالعربية. النهاردة وهتكون فرصة معانا ان احنا نقول لكم وضعنا هيبقى عامل ازاي، ونبقى فاهمين احنا رايحين فين. الفقرة الأولى من برنامجنا ودايما بنأكد عليها هي معلومة في مسرح تيتو. المعلومة دي المقصود منها ان احنا نفيدكم وتبقى مرجع لأي حد عايز يعرف أي حاجة عن المسرح. النهاردة هنتكلم عن أنواع ومدارس المسرح. المسرح ليه مدارس كتير وأنواع كتير. المتخصصين صنفوا المسرح ل6 أنواع و6 مدارس: المسرح التراجيدي، والمسرح الكوميدي، ومسرح العرائس، والمسرح التجريبي، والمسرح الغنائي الموسيقي، والمسرح الغنائي الدرامي. 6 يمكن في أنواع من المسرح في مصر مش واخدة حقها قوي، ويمكن الأنواع المسرحية دي بره واخدة حقها أكتر. يمكن عندنا في مصر وفي الوطن العربي بنميل أكتر للمسرح الكوميدي والمسرح التراجيدي والمسرح الدرامي. هنتكلم شوية عن مسميات ومعاني المسرح علشان نبقى فاهمين. احنا بدأنا النهاردة نقول عن مدارس المسرح وأنواع المسرح بالتراجيدي: المسرح التراجيدي والمسرح الكوميدي، مسرح العرايس والتجريبي، والمسرح الغنائي، والمسرح الغنائي الدرامي. خلينا نعرف يعني ايه تراجيدي. ناس كتير قوي بتفكر ان التراجيدي هو العياط والبكاء لا 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 لا. الخبراء والعلماء وأساتذة المسرح لما جم يعرفوا المسرح التراجيدي قالوا عليه وببساطة كده هو السقوط المفاجئ للبطل أو البطلة. السقوط المفاجئ للبطل أو البطلة. والسقوط ده ما أكدش عليه الناس اللي قاموا على شرح معنى المسرح ومدارسه، ما أكدوش إن ده معناه إن البطل لازم يموت. لا، ممكن تحصل عنده تغيرات في حياته الاجتماعية. يعني إيه تغيرات في حياته الاجتماعية؟ إحنا قلنا إن المسرح التراجيدي هو سقوط مفاجئ للبطل أو البطلة. يعني مثلا السقوط ده ممكن مش زي ما قلنا إن هو مش موت، ممكن يكون كان غني وبقى فقير، كان صحيا كويس وبقى صحيا تعبان. أرسطو سمى التغيير في حياة البطل اللي بيقوم عليه معنى المسرح التراجيدي، والتغيير اللي احنا قلنا عليه اللي هو مش شرط يكون هيموت، ان هو يكون كان كويس وبقى تعبان، كان غني بقى فقير، سماه أرسطو التغيير من الجهل إلى المعرفة. لأن هو لما هينتقل من الحالة اللي كان عليها للحالة الجديدة هيبدأ في رحلة البحث للمعرفة، فمن جهله بالشيء اللي أسقطه إلى بداية المعرفة
لكي يعود للنجاح. أعزائي مستمعي راديو نيكست، ما تروحوش في أي حتة، احنا لسه مكملين معاكم. خلصت فقرة معلومة على مسرح تيتو، ويلا بينا فاصل ونرجع لكم تاني. انتوا لسه بتسمعوا مسرح تيتو مع محمد تيتو على راديو نيكست. نيكست، اسمعنا بقلبك. أعزائي السادة مستمعي راديو نيكست على مسرح تيتو، لسه مكملين ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم من شوية عن مدارس المسرح، واتكلمنا عن المسرح التراجيدي والمسرح الكوميدي ومسرح العرائس والمسرح التجريبي والمسرح الموسيقي الغنائي والمسرح الغنائي الدرامي، وعرفنا أنواع المدارس المسرحية، وعملنا كده باك جراوند على اللي اتكلمنا فيه الحلقات اللي فاتت عن بدء نشأة المسرح المصري اللي بدأ في اسكندرية. كان لابد يكون معانا يعني حد من ذوي الخبرة اللي موجودين على الساحة المسرحية. ف يعني وجدنا حد بقيمة وقامة كبيرة ومن بيت فني كبير، هو ابن الكاتب المسرحي الكبير الدكتور عبد الغني مصطفى، اللي أسرى المسرح بكثير من أعماله المسرحية. معانا ومعاكم ضيف مسرح تيتو النهارده الدكتور محمد عبد الغني يوزر سيف. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك يا فنان، وانا يسعدني جدا جدا ان انا يعني بعمل الحوار ده معاك، وانت فنان شامل وكبير وبتواصل إسراء الحركة المسرحية السكندرية اللي دايما بتعطي دايما شرارة البداية للفن والإبداع كله في مصر ويمكن الوطن العربي كله. ربنا يخليك يا دكتور، جدا الحوار معاك. تسلم يا حبيبي، الشرف لينا ودي شهادة أنا بعتز بيها. احنا موجودين مع مستمعي راديو نيكست وبنتكلم على المسرح وأنواع المسرح، والنهاردة كنا بدأنا نتكلم عن المسرح التراجيدي. عايزين نتكلم من جوه بيت الكاتب الكبير المرحوم عبد الغني مصطفى، ونسمع الدكتور محمد عبد الغني ونسمع قد ايه المسرح التراجيدي كان مؤثر في الدكتور عبد الغني مصطفى في كتاباته. يمكن انت لمست نقطة مهمة جدا جدا ومحورية في مسرح عبد الغني مصطفى رحمه الله ككاتب مسرحي ومتشبع بالرؤى المسرحية المختلفة من خلال بيت عبد الغني مصطفى، لان هو كان دايما عنده الهدف من اي فكرة او كتابة مسرحية هي دي النقطة الاساسية اللي كان بينطلق منها، وما كانش يبقى المتلقي او الجمهور طالع بفكرة هو واخدها بشكل عميق ومباشر، يعني ما كانش يعني ما يبقاش ده مسرح عبد الغني مصطفى. دايما كان المسرح التراجيدي او وما يعني يحويه من عناوين بقى الكوميديا السوداء والكوميديا الاجتماعية والمسرح اللي بيحمل عمق محوري حوالين اهداف كبيرة. يعني ده كان دايما مسرح عبد الغني مصطفى اللي هو دايما مستقى منه من جده، هو كان جده كاتب كبير وصحفي في مطلع القرن العشرين اللي فات، وكان اسمه عبد الغني افندي ابراهيم، وده كان عاصر الثوره ثوره 19 وما قبلها وما بعدها، وكان صحفي كبير في جريدة اللواء والمؤقت وسفير، وده كان مؤثر جدا في حفيده بعد كده اللي هو عبد الغني مصطفى، وكمان كان أثر في عمه اللي كان مسمى يعني بشاعر دعاء في ذلك الوقت اسمه محمد عبد الغني إبراهيم. بسم الله ما شاء الله، أسرة فنية من الطراز العالي جدا. فالتأثر ده كان عامل داخله نوع من انواع التشبع زي ما تقول ايه، خد الموضوع من البدايات، يعني عارف معنى مسرح الحكاء في البداية. تعرف المسرح كان زمان في مصر في بداياته خالص كان مسرح اللي بيعتمد على الحكي كان الاساس عندنا هنا في مصر. ايوه دكتور. فيعني ده كان اداله زي اي فنان يعني
بيحاول ان هو في بدايته يكتب. هو كان واخد البدايه بتاعته من العمق، يعني عارف المسرح الحكاء ومسرح القريه، ثم تطور بعد ذلك واشتغل مع كبار الفنانين والمبدعين امثال سعد الدين وهبه واشتغل وافتتح مسرح قصر النيل في القاهره والفنان الكبير محمد عاشور في القاهره وعديد من الفنانين يعني. هو واضح ان رحمة الله عليه كان بادئ المسرح برؤية واقعية من التراث المصري، ابتداء من القرية مرورا بفن الحكي اللي بدأ من مصر. خلينا يا دكتور نطلع فاصل اعلاني سريع ونرجع نتكلم عن موضوع يخص الدكتور محمد عبد الغني، حفيد واحدى سلالات عائلة عبد الغني مصطفى الفنية الكبيرة. بعد الفاصل خليكم معانا على راديو نيكست في مسرح تيتو، هرجع لكم ما تروحوش في حتة. انتوا لسه بتسمعوا مسرح تيتو مع محمد تيتو على راديو نيكست. نيكست، اسمعنا بقلبك. أعزائي السادة مستمعي راديو نيكست، رجعنا لكم تاني على مسرح تيتو والفقرة الأخيرة مع الدكتور محمد عبد الغني المخرج التلفزيوني الكبير ونجل الكاتب المسرحي المرحوم الكاتب الكبير الأستاذ عبد الغني مصطفى. دكتور محمد، كنت محتاج أسأل حضرتك ونعرف معلومة مهمة للممثل المسرحي. ما هو الفرق بين رؤية المخرج المسرحي ورؤية المخرج التلفزيوني، بما ان قامة وقيمة باسم حضرتك ليهم باع كبير جدا في الإخراج التلفزيوني، فلازم أسأل السؤال ده، الفرق بين الرؤية الإخراجية المسرحية والرؤية الإخراجية التلفزيونية؟ هو مفيش مقارنة، لكن في تسلسل ما بينهم. درسنا دايما انه في عالم المسرح حاجه اسمها الكادر المسرحي، وده كان مصطلح انا لما سمعته في اوروبا كان عامل لي شد وانتباه كبير جدا جدا. الكادر المسرحي هما قد ايه كانوا بيقسموا المسرح الحديث، وده اللي بنتكلم فيه بقى مع تطوره من ايام ويليام شكسبير لحد ما تطور الى يعقوب صنوع وجورج ابيض في بدايه القرن اللي فات في مصر، ودخول مصر وانطلاقه من الشام ومن لبنان سليم النقاش من لبنان. هو كان دخوله عن طريق تقسيم كادرات. يعني عرفنا يعني ايه كادر مسرحي. المخرج المسرحي بيبقى عنده حس اعلى شويه في تقسيم الهدف المركزي بتاعه على خشبه المسرح. تمام. ويمكن انا هنا وانا بتربط وعايز اقول شاشه المسرح، ان هنا صعوبه المخرج المسرحي ان هو يدي كادر زوم على المسرح، او بالمصطلح المسرحي يدي البؤره المركزيه اللي انت عايز توريها للجمهور المتفرج او المتلقي. الفكره انه ده انت هو ده الهدف، وهو ده الشخص المركزي اللي انت بتقيمه او اللي عايز توصل. حتى لو كان الهدف ده على فكره ما كانش متكلم، يعني ممكن يكون الحركه المسرحيه ما بين اثنين ما بينهم حوار على المسرح متقدمين، ولكن في بؤره مركزيه اعمق موجوده على المسرح ليها زوايا معينه عباره عن مثلثات ومربعات على المسرح بتتقسم بشكل معين علشان تدي البعد المسرحي عند الجمهور اللي بيطلع في الاخر متاثر بالمشهد وبالشكل اللي انت عايز يعني تقوله كهدف، لكن هو ما يعني بدون ما يقصد هو ما يعرفش انت عملت ايه. ده لما بيتحول بعد كده لشكل تلفزيوني او سينمائي، لان انا دارس سينما، فده بيبقى اسهل لان التولز بتاعت التلفزيون او السينما موجود فيه الادوات دي بكل سهوله. يعني الكادرات التلفزيونيه او الكادرات السينمائيه بما فيها من تغذيه بصريه، ان مشهد بعد له بعد مثلا بعد ثالث بعد ثاني، وانا بتكلم هنا بالبعد اللي هو اشهر كادر في السينما العربيه والمصريه بالتحديد، مثلا كادر يوسف شاهين طبعا. بتحس ان الكادر مليان تغذيه بصريه عاليه جدا جدا. يعني في ابعاد قلب المشهد الواحد، لو احنا خدنا صوره فوتوغرافيه من المشهد
هتلاقي المشهد مليان فيه تغذيه بصريه، النقطه دي فيها كذا وهنا فيها كذا وهنا الشكل كذا. الكادر ده اسهل طبعا لانه هو يعني الكادر المسرحي اصعب، فاللي بيعمل الكادر المسرحي بيقدر يعمل الكادر التلفزيوني او السينمائي. خليني يعني ادي مثل على اللي انا بقوله ده عملي شويه، عشان ممكن يكون بعض الساده المشاهدين ممكن يكون متلخبط الراجل اللي بيقوله ده، لكن لما تيجي تشوف يوسف شاهين استخدم الكادر المسرحي والكادر السينمائي في آن واحد في أعظم مشاهد السينما العالمية، في فيلم صلاح الدين أو الناصر صلاح الدين الأيوبي، لما عمل محاكمة لويز، وما بين محاكمة لويز وما بين خائن عكا، ما بين التناصر اللي بيحصل ما بين أو الترادفات اللي كانت بتحصل ما بين طبعا كونراد بيحاكم لويز، يوسف شاهين يا دكتور مدرسة كبيرة جدا. في الحقيقة احنا استمتعنا بتحليل حضرتك عن الفرق بين الرؤية المسرحية للمخرج والرؤية التلفزيونية للمخرج التلفزيوني. كنا سعداء بوجود حضرتك جدا معانا في المداخلة القيمة. خليكم معانا على راديو نيكست. كنت سعيد جدا بالحلقة. ما تفصلوش، برامجنا لسه بعدينا مكملة على مسرح تيتو. استنونا في الحلقة الجاية. باي باي. كنتم مع مسرح تيتو مع محمد تيتو على راديو نيكست. نيكست، اسمعنا بقلبك.